مساء الخير، أهلا بحضراتكم جميعا أصدقائي على الفيسبوك وأصدقائي ومتابعيني على قناتي الحقيقة مع بدران. أهلا بكم. يعني الناس اللي كانت تدعو للمظاهرات وللنزول وما زالت تدعو، أنت بتدعي عشان مصر. طب لو أنت بتدعي عشان مصر، مصر محتاجاك النهاردة. مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر المناخ، مؤتمر عالمي، أغلب من أو أكثر من 98% من قادة دول العالم ورؤساء العالم، في منهم من وصل مصر وفي اللي جاي مصر. هذا المؤتمر مؤتمر اقتصادي هيهم مصر تماما، والدول الأفريقية المجاورة والدول النامية أو الدول الفقيرة، ولكن مصر هيعود عليها بالنفع. فمصر محتاجاك النهارده. هتقول لي محتاجاني في ايه؟ هقول لحضرتك جميع وسائل الإعلام العالمية والصحف العالمية لا حديث إلا عن مدينة السلام ومصر وشرم الشيخ. إحنا نازلين على الفيسبوك النهاردة والمواقع عمالين نتكلم في حاجات ليس لها معنى. اعمل منشور صغير كده، كومنت جميل، شجع بلدك مصر. اظهر للعالم، يعني ما تستبعدش. العالم بيقرأ وبيشوف وبيطلع، أقل شيء إحنا بنكتبه. قول للعالم ان مصر حلوه ومصر جميله. احنا شعب متضامن مع حكومته مع قيادته. اركن المشاكل دلوقتي على جنب وشجع بلدك. يلي بتدعو للنزول لدمار البلد، لو انت بتدعو للنزول لحب مصر، لانقاذ مصر، او لتغيير شيء ما في مصر، اذا انت بتحب مصر. لو بتحب مصر شجع بلدك، سيب المشاكل على جنب دلوقتي واكتب تحيا مصر، مصر ام الدنيا. اعمل منشور، منشط صغير كده، نزله على صفحتك، مش هيكلفك كتير. خلي العالم العربي يشوفك، خلي اسم مصر يلمع. هي لمعة والدنيا هتعدي والمؤتمر هيعدي وهيعود على مصر بالمكاسب، بس حس ان انت ليك دور. بلاش تعادي بلدك. بلدك محتاجاك دلوقتي، مصر محتاجانا مصريين. ما تستقلش بنفسك، ما تستهونش بالكلمتين اللي هتكتبهم. ملايين الملايين على مستوى العالم هيشوفوه. مصر محتاجانا. المؤتمر شغال حاليا ومؤتمر مشرف، ولا حديث في الإعلام الغربي والعالمي والأوروبي إلا عن مدينة السلام ومصر الشيخ وكفر الشيخ، والاستعدادات المصرية الإدارية اللي مصر عاملاها. أكثر من 130 طيارة امبارح على مستوى العالم نزلت شرم الشيخ. شرم الشيخ يعني تكتظ بالسكان وبالضيوف. شجع بلدك، شجع مصر. ده مصر. سيب المشاكل على جنب. ده أم الدنيا، ده بلدك. مصر لو حدث فيها أي شيء، لا قدر الله أي مكروه، صدقني أقسم بالله إحنا ما هنلاقي، مش هيسعنا مكان أيا كان. أنا بقولكش شجع شخص بعينه، شجع بلدك. بلدك مصر. اللي بتقول انزل، انزل عشان مصر. لو انزل عشان مصر، طب اكتب عشان مصر، شجع عشان مصر. قول للعالم احنا المصريين اهو، احنا موجودين، احنا بنرحب بيكم، احنا متضامنين مع بلدنا، احنا متضامنين مع شعبنا وقيادتنا. كلنا رجل واحد ايا كانت هناك خلافات. اركن الخلافات على جنب وخليك النهارده انسان ايجابي ولو مره واحده. اكتب تحيا مصر، ام الدنيا مصر. رحب بضيوف مصر، افتخر ببلدك، حسسهم بالافتخار. صدقني لو احنا ما كبرناش بعض محدش هيكبرنا. ده مثل ريفي، وقروا كبيركم. لما نوقر كبيرنا، كبيرنا مصر اللي هي بلدنا. انا ما بقولكش حد بعينه على فكره. في مقترح وترشيح للوزير المصري سامح شكري انه يتولى رئاسه هذا المؤتمر. شيء مشرف. انا كنت في منتهى السعاده، كاني هيعود عليا شيء شخصي. دي الوطنيه. بطبل لبلدي، بتكلم عن جيش بلدي، عن قياده بلدي. ده بلدي مصر. مصر ام الدنيا. ما بتكلمش لا على تركيا ولا على امريكا ولا على بريطانيا وبقول وبتباهى بقوتهم العسكريه وبتباهى باقتصادهم، لا. انا بتباهى بمصر واقتصاد بلدي. بطبل لبلدي، ده شرف عظيم ليا. الناس اللي بتشتمني في الكومنتات واللي بترد عليا وانت بطل تطبيل. انا مبسوط ان انا بطبل. انا مصري، اتربيت على تراب مصر وعشت في ريف مصر وكبرت وترعرعت واشتعل الرأس شيبة في مصر وهندفن في تراب مصر. اشتم، اهلا بيك. ارجو اللي ما تفعلش على قناتي يشرفني ويتفاعل، وبالاشتراك شرفوني، خلي القناة تكبر. ويا ريت اتمنى
اتمنى نحافظ على مصر، والشباب اللي مش اللي غير واعي، اللي فاهم يكلمه، اللي واعي يكلمه. مرحلة وهتعدي. المؤتمر الحالي ده مؤتمر مشرف لمصر، وهيعيد ربح ويدر الخير على مصر. حد كاتب لي مره انتوا هنقعد نشحت. تشحت ايه؟ ده حقكم اللي لوثوا المناخ، دول الصناعيه اللي لوثت المناخ، وهم بيدوا الدول المتاثره بالمناخ عشان ما يتنقلش لهم العدوى والامراض. ليه ما نستفدش؟ السياحه في مصر شجع. النهارده المؤتمر ده السياحه الدنيا، يعني نسبة السياحة ارتفعت إلى أعلى منسوب لها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل التخطيط الحكيم والمؤتمر الحالي. مش هتكلم عن حد بعينه. اركن المشاكل دلوقتي. مصر محتاجاك يا مصري، يا مصري محتاجاك. شجع بلدك، شجع مصر. بلاش اركن المشاكل على جنب، وتحيا مصر مليار مرة. وبشكر كل متابعيني وكل محبيني، وشجعوني بلايك او بكومنت او بشير. واللي ما اشتركش يشرفني بالاشتراك عشان القناة تكبر. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.